من قال إن الانتماء السياسي ممارسة هامشية أو منفصلة عن الحياة الأسرية العائلية. قصتنا اليوم عن نشيطة في الحراك الجزائري لها مواقف صريحة ضد الانتخابات الجزائرية، بل وتدين كل من يشارك بها حتى لو كان أقرب الناس إليها. إنها الناشطة الجزائرية صوفيا بلمان، تعيش في فرنسا وعرفت بتواجدها في مظاهرات الجزائريين في المدن الفرنسية. في كل ما تنشره من فيديوهات لايف كانت تعتبر كل من يشارك في هذه الانتخابات حسب نظرتها خائن للوطن. لكن زوجها وهو في الجزائر ذهب وأدلى بصوته فوصلتها الصورة، فاتصلت من خلال إخفاء هويتها في هذه المحادثات لتعرف الحقيقة، فتأكدت أنه ترك الحراك وأدلى بصوته لأحد المرشحين الرئاسيين. بما أنها ناشطة على فيسبوك من أجل إسقاط النظام، رأت أن زوجها خانها وباع القضية، ورغم اتفاقهما على أنه بعيد عن السياسة لا مع الحراك ولا مع النظام، لكن بعد إدلائه بصوته قرر الطلاق ببث مباشر على فيسبوك. عراس، أنا نطلب منك تطلقني وتروافع، لازم تعيط لي، تطلع اون ديريكت وتقول لي بلمان صوفيا راكي طالقة طالقة طالقة، راكي مطلقة بالثلاث، ولا أنا نخلع نفسي. المهم انا ابارتير دوجوردوي مادام خنت البلاد، باسكو انا اللي قلت لكم اللي فوطا كونتر الحراك اسمها، واللي فوطا اسمها، واللي فوطي خاين وطني. انا مالك انا وانت سيفيني، بيني وبينك حبست هنا. ومع ذلك وصفته بالإنسان الطيب المتواضع، ولها منه ابنة اسمها شيماء. كل ذلك لم يشفع له، فخطت رمزيا طبعا بنفسها ورقة طلاقها، وقالت إنها في عداد الهجالات أي المطلقات. بلمان صوفيا في قائمة الهجالات، يعني المطلقات المطلقات. ولا أنا أعتبر نفسي من اليوم بلي أنا بلمان صوفيا مطلقة. أنا ما نقدرش نريح مع راجل خواف. طبعا الفيديو طويل جدا لقرابة 20 دقيقة، لكنه شوهد كثيرا، تمت مشاركته أكثر من 20,000 مرة، والتعليق عليه من قبل الجزائريين حول قرار هذه السيدة. هذه بعض النماذج من التغريدات. ليلى تقول: خسرتي راجل وربحتي بلادك، إن شاء الله النصر قريب. تغريدة أخرى نتوقف عندها من ياسين بولعراس، يقول: بهدلتي بروحك، لو كنت تفكرين ببنتك والله ما عملتي هكذا. سارة عماري تقول في تغريدتها: سارة، أرجوك يا أختي، أرجوك لا تطلقيه، له الحق في الانتخاب وعليك أن تتركيه يصوت بحرية، هذه هي روح الديمقراطية. فكري في بنتك شيماء، ألا تستحق أن يكون والدها إلى جانبها؟ تغريدة من سامية تقول: يا صوفيا، هذه أمورك الشخصية، لا تحكي عليها، الناس راهي ما ترحمش. يوبا، لنرى ماذا قالت يوبا. هذا محزن، لكنني تأكدت أنك تبنيت الجزائر يا فحلة، أنا أحييك على قرارك مدام بلمان. زوج السيدة صوفيا طبعا هو موزع موسيقي وفنان محلي في مدينة العلمة الشرقية الجزائر، لم ينفي أنه بالفعل أدلى بصوته في الانتخابات التي فاز فيها المرشح عبد المجيد تبون. ما إن شاهد طبعا، واسمه إعراس، ما إن شاهد الفيديو الذي بثته زوجته على فيسبوك، إلا أنه ذهب ونشر فيديو يرد عليها وقال: هو حر يصوت لمن يشاء ويمتنع عن التصويت لمن يشاء أيضا، وإن طلاقه كان قبل 12 عاما. الضوء قاعد دخلك فيها، جاء امرأة طلق راجلها على خاطر دير الفوت، صريح تاعها اللي طالب بطلاق راجل وطاف على خاطر هذه المرأة راني طلقتها قدام ربي وقدام عباده في الدنيا 7، يعني عندها حوالي 12 سنة، وزدت عاودتها لها في الدنيا 9. كيبقى قلت لها: ولدي وانتي احكمي طريقك، انا نحكم طريقي، احنا ما عندناش تاع دير مانيش ديوث، انا مانيش طحار للدرجه هذه. لحظة، لم انتهي، لأن صوفيا تريد أن ترد عليه، ألا تريدون أن تسمعوا ماذا ردت عليه؟ تقول: لا، كان يعرف أن تبون سيكون رئيسا وأن حملته طلبت منه المساعدة للدعاية. قلت لي: صوفيا تبون راح يولي بريزيدون. قلت لها: كيف على بالك؟ قلت لي: شاف الدائرة تاع عين والمان
عندها واحد 4 ولا 5 درت له العرس تاع وليدو اللي تزوج بنت بون. يا اخي هكذا قلت لي عراس، قلت لي وراه عيطوا لك ديرنييرمون وقالوا لك يا عراس شوف فاش درنا البيبليسيتي، قلت لك انا يا عراس خطينا منهم، ثم بعد قلت لي انت خاطيني بوليتيك. انسوا قصة الزوجين، فهي قصة عائلية ليس لنا علاقة بها. الآن عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية ويتلقى التبريكات من كل حدب وصوب، لكن انظروا إلى تعليق الرئيس الفرنسي والذي يقول: بلغني خبر الإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون بالانتخابات الرئاسية الجزائرية من الدور الأول، على السلطات فتح حوار مع الشعب. أما الذي قاله الناشطون في الجزائر فقرروا أنهم سيستمرون في تظاهرات الحراك السلمي.